يعرف عظم ما جرى عليها وجاوزوا الحد بلطم الخد. شلت يد الطغيان والتعدي. سئل أمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، ما أصعب موقف للرجل إذا مر فيه؟ يقول: تأنى أمير المؤمنين، بكى بكاء شديدا، ثم قال: أن تضرب زوجته أمام عينيه وهو مقيد. لك الله يا أمير المؤمنين، يا أبا الغوث، يا أبا الحسن. طلبوا من عندي أكثر من واحد من مؤمنين الشباب الطيبين هذه الأبيات، وإحنا نبدأها نخليها في مطلع مصائب الزغراء عليها السلام هذه الليلة. حاول تخلي هاي الدمعة تذرف على فاطمة، لأن الدمع عليها ترى دمعة حارة وتستاهل الزغراء، روحي فداها. نعم، سليم بن القيس ما كان بالمدينة يوم اللي يرجع يسمع اكو همهمة، وذاك يقول لطمت فاطمة، وذاك يقول عصرت، وذاك يقول هجموا على بيتها، وذاك يقول أنبتوا المسمار في صدرها، والآخر يقول أسقطوا جنينها. يقول: كدت أن أكون مجنونا، أن أصير مجنونا. ذهبت إلى سلمان، قلت له: سلمان أخبرني بالله عليك، أخبرني عما جرى على ابنة رسول الله. يا سلمان قل لي عما جرى على فاطمة. قال: اجلس يا سليم لأروي لك ما جرى على فاطمة. سليم ترى أنا كنت في دار الزغراء. سليم أنا رأيت بعيني ما جرى على ابنة رسول الله بين الباب والحائط. لا بعد أكثر سليم، أنا رأيت ما جرى على ابنة رسول الله حينما خرجت خلف علي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. قال سليمان: أريد تنعى وياي وتنوح وياي على الزغراء عليه السلام. قال سليمان: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن عافية عافية يا ويلي. فقال